لسه راجع حالا من فيلم جوكر الجزء الثاني. واحد كان من اكتر الافلام المنتظرة السنة دي، نظرا لان الجزء الاول اللي نزل في 2019 حقق ايرادات تاريخية وطبعا كان فيلم رهيب. فيا ترى الجزء الثاني بنفس المستوى ويستحق ان انت تدخله سينما؟ عاوز تعرف الاجابة؟ كمل معايا الحلقة. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. الجوكر الجزء الثاني او فولي ادو جنون مشترك هو فيلم دراما من بطولة واكين فينيكس وليدي جاجا، ومن تأليف واخراج تود فيليبس نفس مخرج الجزء الاول. وطبعا لازم تكون متفرج على الجزء الاول قبل ما تتفرج على الجزء الثاني. قصة الفيلم بتدور الاحداث بعد نهاية الجزء الاول مباشرة. بنبدأ فصل جديد مع ارثر فليك، والمرة دي بيقابل حبيبته هارلي كوين، وبينطلقوا هما الاتنين في مغامرة مليئة بالمخاطر والتحديات. فتفتكروا ايه اللي ممكن يحصل لهم؟ طيب تمام، نخش في المميزات. اول ميزة واكين فينيكس، خدوها كده مني توقع وبنسبة كبيرة تعدي 70%، الراجل ده هيترشح للاوسكار وهياخدها تاني، لانه بجد يستحق. قدم اداء اكتر من رائع، ما يقلش خالص عن الجزء الاول. واللي عجبني انه لسه محافظ على تفاصيل الشخصية اللي بيلعبها، برغم ان الفرق ما بين الجزئين مدة طويلة، زي ما قلنا 5 سنين. وهو اساسا بعد الجزء الاول قدم 3 افلام بشخصيات مختلفة، منهم شخصية نابليون. ففكرة إنه يوصل لك إحساس إن هو لسه لاعب الشخصية دي كأنها السنة اللي فاتت مش من 5 سنين، ده في حد ذاته عبقرية من واكين فينيكس. لأن شخصية أرثر فليك شخصية صعبة ومركبة، وسواء كجزء أول أو تاني واكين فينيكس قدم الشخصية ببراعة. يكفي أهم نقطتين في الشخصية: موضوع نوبة الضحك اللي بتجيله، واكين فينيكس بيعملها بشكل حلو جدا. كمان شكل جسمه، انا مش عارف يا جماعة الراجل ده ايه نظام الرجيم اللي بيمشي عليه علشان يوصله بالشكل اللي احنا شايفينه ده قدامنا. احنا حرفيا شايفين هيكل عظمي. انا مش عارف بصراحة. في الجزء الاول حسب تصريحاته هو قال انه خس تقريبا 27 كيلو علشان يظهر بالشكل ده، ان العظم يبقى باين. انا مش فاهم، دي بصراحة عبقرية. ودي حاجة فعلا واكين فينيكس يستحق عليها الأوسكار. مفيش حد بيعمل كده يا جماعة يعني. أنا مش فاهم، مثلا في فيلم نابليون اللي هو آخر فيلم ليه تقريبا، كان وزنه زايد أو وزنه عادي، فإزاي هو وصل للمرحلة دي؟ تاني ميزة، بداية الفيلم، المشهد الافتتاحي كان مبتكر واتعمل بطريقة حلوة قوي. كمان الفيلم ما خدش وقت كتير في ان هو يدخلني في اجواءه، وابتدي بقى استرجع تاني ذكريات الجزء الاول. فبداية الفيلم تحديدا ممكن نقول اول تلت ساعة كانت موفقة جدا، وتحسسك كده ان انت داخل على احداث تقيلة قوي. فالبداية كانت حلوة لحد بقى ما بنبتدي موضوع الاغاني، وساعتها بندخل في نفق مظلم مش بنطلع منه تماما لحد نهاية الفيلم. Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. The trial of the century. They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Well, he's not. تالت ميزة، الموسيقى التصويرية. موسيقى فيلم جوكر واحدة من أجمل وأمتع الموسيقى التصويرية اللي أنا سمعتها في حياتي، وبتودي الفيلم لمستوى تاني خالص بصراحة. رابع ميزة، الإخراج. لو انتوا ناويين تتفرجوا على الفيلم في السينما، فمن رأيي وبنصحكم تختاروا سينما انتوا عارفين انها كويسة والشاشة بتاعتها حلوة، علشان تقدروا تستمتعوا أقصى استمتاع بصورة الفيلم. لأن المخرج تود فيليبس مقدم صورة بصرية حلوة جدا من حيث الكادرات، الألوان اللي انت بتشوفها قدامك، الإضاءة، كل حاجة كويسة. شكل مدينة جسام هو لسه محافظ عليه، وينقلك الشكل ان هو يبقى شكل مظلم علشان يوضح لك كمية الفساد والمشاكل اللي موجودة في المدينة دي. وبس كده المميزات خلصت، نخش في العيوب. في رأيي الشخصي الجزء التاني من فيلم جوكر فشل قبل ما يتعرض. هتقولولي يعني ايه؟ هقول لكم يعني الفيلم فشل من ساعة ما سمعنا ان المخرج تود فيليبس قرر ان الجزء التاني من فيلم جوكر هيبقى فيلم ميوزيكال، فيلم استعراضي غنائي. الخبر ده كان بمثابة صدمة للجميع، بس انا
واحد من الناس قلت دي اكيد لعبة، اكيد تود فيليبس بيعمل علينا حركة كده علشان ندخل الفيلم ونتفاجئ بقى بالاحداث اللي احنا هنشوفها قدامنا. وحتى لما الفيلم اتعرض في مهرجان فينيسيا السينمائي والنقاد انتقدوا الفيلم وقالوا ان هو مش حلو، وقالوا فعلا ان هو فيلم غنائي، برضو ما صدقتش لحد بقى ما دخلت الفيلم وشفت بعيني. الفيلم يا جماعة مش فيه مثلا اغنية ولا 2 ولا 3. لو في مثلا 3 اغاني انا كنت همشيها، ولو متوظفين صح ومش باينين جوه الاحداث قشطة، ما عنديش اي مانع. لكن الفيلم يا جماعة فيه حوالي اكتر من 10 اغاني، 15 اغنية مثلا. انا مش عارف ليه تقرر ان الجزء التاني من فيلم جوكر يبقى فيلم ميوزيكال؟ دي كارثة. وانا بتفرج على الفيلم حرفيا كنت مثلا ابقى بتفرج كده على مشهد ومندمج جدا مع المشهد، وفجأة نخش في اغنية. طب ما هو الكلام ده كان بيفصلني جدا. اللي خلاني احب اول تلت ساعة من الفيلم وبداية الفيلم ان ما كانش فيه اغاني، ان احنا كنا بنشوف احداث والاجواء كانت حلوة جدا. اول ما بدأنا الاغاني زي ما انا قلت لكم دخلنا في نفق مظلم ما طلعناش منه لحد نهاية الفيلم. كل مشهدين اغنية، كل مشهدين استعراض. طب انت ليه بتعمل كده؟ يعني انا مش داخل فيلم باربي، ده انا داخل فيلم جوكر، اخطر شخصية، شخصية شريرة جدا، المفروض اشوف منها شر، قتل بتاع، مش هشوف موسيقى. فانا مش فاهم ليه تود فيليبس خد القرار ده. انا بصراحة لحد دلوقتي ما عنديش اجابة خالص. طيب نسيبنا خالص من موضوع ان فعلا الفيلم طلع فيلم غنائي وميوزيكال، نروح لمنطقة تانية وهي القصة. هل الجزء التاني من فيلم جوكر بيقدم احداث جديدة وحبكة مختلفة؟ الاجابة لا، حرفيا احنا كنا بنعيد في احداث الجزء الاول. انا ممكن الخص لكم الجزء التاني في اقل من دقيقة. احنا بنشوف الجرائم اللي ارتكبها ارثر فليك في الجزء الاول وبيتحاسب، بس المحاكمة بتاعته الفيلم كله قايم على محاكمة أرثر فليك. مدة الفيلم 2:10. انت في 2:10 دول بتشوف أرثر فليك كل واحد بقى يفكره بالجرائم اللي هو عملها، لما قتل 3 في المترو واحد صاحبه ومش عارف وبنشوف بقى المحاكمة بتاعته، وكل شوية مشهدين والقاضي يقول طب سلام عليكم هنكمل بكرة، ونفس الموال مشهدين ويقول طب سلام عليكم هنكمل بكرة. فده خلاني احس بملل، خصوصا في النص التاني، لان الفيلم ما قدمش اي احداث. انا كنت داخل الجزء التاني وعلى امل اني اشوف ارثر فليك كجوكر بقى، يخرب بقى في مدينة جوثام ويقتل ويشوف هيعمل ايه في مين. لكن لكم ان تتخيلوا ان مفيش جريمة قتل ارتكبها ارثر فليك في الجزء التاني. ده في الجزء الاول قتل 6، ازاي الجزء التاني ما يبقاش فيه اي حاجة؟ ده انت في الجزء الاول كنت موريني شخصية الجوكر من المنظور الانساني كشخصية ارثر فليك، ايه الضغوطات اللي هو تعرض لها، مر بايه علشان في الاخر يوصل للجوكر. والفيلم كان مليان اسقاطات سياسية وشغل عظمة على عظمة. فالمفروض في الجزء التاني انا اشوف ارثر فليك كجوكر، اشوفه كده زي الصورة اللي ورايا دي. لكن احنا حرفيا فضلنا نعيد ونزيد في الجزء الاول. الفيلم احداثه فاضية خالص، ولحد دلوقتي انا فعلا مش عارف هم ليه عملوا جزء تاني. ولما جم يعملوا جزء تاني خلوه كمان فيلم ميوزيكال غنائي، ودي كانت كارثة. يعني انت عندك كارثتين، ان الفيلم غنائي وان مفيش قصة تماما. كمان بقى الفيلم قفل نهاية غريبة. انا انصدمت بنهاية الفيلم، مش عايز احرقها بس اكيد اي حد شاف الفيلم النهاية ما عجبتوش. ازاي ده يحصل في الاخر؟ انا داخل الفيلم عشان ما اشوفش كده، ازاي ده يحصل؟ وفي احداث هتحصل في الاخر هتقول طب هو ليه ما استغلش ده؟ طب هي ليه ما عملتش كده؟ طب ليه؟ الحاجة الجديدة في قصة الجزء الثاني هي علاقة ارثر فليك بهارلي كوين، وحتى العلاقة اللي ما بينهم انا ما حسيتهاش خالص. شخصية هارلي كوين كتابتها مفككة جدا، الشخصية كانت المفروض تتقدم بشكل افضل من كده. وده خلاني احس ان اداء ليدي جاجا عادي، يعني ما كانش فيه اي حاجة مبهرة. فللأسف الجزء الثاني من فيلم جوكر كان مخيب جدا للأمال. طيب كده العيوب خلصت
نخش في التقييم النهائي. تقييمي لفيلم جوكر الجزء الثاني فولي أدو هو 5/10. للأسف الفيلم كان عليه توقعات عالية جدا وكلنا وقعنا على وشنا. فيلم ما يرتقيش نهائيا بمستوى الجزء الأول. وطبعا اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. وفي النهاية يا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشيروا الحلقة في كل مكان واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. ألف شكر على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.